بص يا صديقي، لو عايز تكون جملة في الألماني ركز معايا في القانون ده وهقول لك نعمل ايه. اهلا بيك يا صديقي. لو عايز تعرف تكون جملة ازاي في اللغة الألمانية بطريقة سهلة وبسيطة، في قانون معين هنمشي عليه اللي هو فاعل فعل باقي الجملة. طبعا تكوين الجملة ده كله في مستوى إلى اينس، يعني لسه بتبدأ تكون جملة، في طرق بتختلف بس دي هشرحها في ان شاء الله. يبقى زي ما اتفقنا الفاعل الفعل وباقي الجملة. zum Beispiel ich lerne Deutsch. ich lerne Deutsch يعني أنا بتعلم ألماني. oder wir gehen spazieren. wir gehen spazieren يعني احنا ذاهبون للتنزه او يعني او رايحين نتمشى. كده عندنا wir الضمير والفعل اللي هو gehen وشباتسيغن باقي الجملة. oder sie lesen gern. sie lesen gern عندنا زي اللي هو الضمير حضرتك، وليزن يعني القراءة، وجيان يعني يحب القراءة أو حب الحاجة، يعني دي هنتكلم فيها برضو بعدين. لو عجبك الفيديو كمل السلسلة وتستفاد بكل جديد إن شاء الله. auf Wiedersehen.